لو عاوز تعمل أقوى فترة إعداد لفريقك في الموسم الجديد وتبدأ تجهز لشغلك وتقدر توصل بيهم لأعلى المستويات البدنية والمهارية والخططية، ففي جزئية مهمة جدا لازم تفهمها، وهي إن إزاي تقدر تتحكم في الحمل التدريبي للتدريبات اللي أنت بتشتغلها مع فريقك، لأن كل فترة في الموسم ولها حمل تدريبي خاص بيها، سواء كان الحمل التدريبي دوت حمل خفيف أو حمل متوسط أو حمل عالي. فلو أنت مهتم جدا بتقنين الأحمال اتفرج على الفيديو دوت للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع خطير جدا وهو أساس والعمود الفقري لفترة الإعداد. فترة الإعداد للموسم الرياضي سواء في الرياضة عامة لجميع الألعاب الرياضية وكرة القدم بشكل خاص، فهو يعتبر أهم جزء لازم المدرب يكون متقنه بشكل مميز جدا، وإزاي تقدر تتحكم في الحمل التدريبي للتدريبات اللي أنت بتشتغلها، لأن فترة الإعداد البدني مش مجرد جري وإجهاد للعيبة وشوية السرعات أو القوة أو المرونة اللي هتشتغلها، لكن لازم تكون منسق جدا في شغلك مع فريقك، وإزاي أقدر أتحكم في الحمل الخفيف أو الحمل المتوسط أو الحمل العالي علشان أوصل باللعيبة بتاعتي لأقصى استفادة ممكنة وأعلى مستوى ممكن في النواحي الفنية والخططية والبدنية والمهرية. وعشان كده النهارده انا بتكلم معاكم عن تقنين الاحمال، يعني انا بحدد وبقدر اسيطر واتحكم في الحمل التدريبي اللي انا بشتغله مع الفريق بتاعي ومع اللعيبه بتاعتي، سواء كانت التدريبات دي تدريبات بدنيه او تدريبات مهاريه او اثناء الاعداد الخططي برضو بتحكم في الحمل التدريبي بتاعي. وفي الفيديو بتاع النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نكون وحدة تدريبية كاملة بجميع تدريباتها وبجميع أجزائها بحمل خفيف، وبرضه هنقدر إن احنا نحط مع بعض وحدة كاملة وتدريب كامل بحمل متوسط وبحمل عالي، وتوصل بفريقك إن شاء الله لأعلى مستوى ممكن. وكمان طالب منك حاجة مهمة جدا، ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان الفيديو الجاي أول ما انزله يجيلك الإشعار بتاعه. احنا هنتكلم في الفيديو الجاي عن كثافة التمرين، ويعني إيه حجم التمرين، ويعني إيه شدة التمرين، لأن بيجيلي كومنتات كتير جدا وأسئلة كتير جدا كابتن محمود عايزين نعرف يعني إيه المصطلحات ديت ونقدر نستخدمها إزاي وبتفيدنا في إيه. وكمان هنتكلم في سلسلة الفيديوهات الجاية عن التحمل بمشتقاته، الانديورنس دوت من العناصر المهمة جدا من عناصر اللياقة البدنية، سواء كان التحمل تحمل قوة وتحمل سرعة، تحمل الأداء، التحمل الدوري التنفسي. هنتكلم عن الانديورنس بشكل مفصل جدا، لأن هو يعتبر صمام عناصر اللياقة البدنية اللي يقدر عن طريقها الفريق يقف على حيله ال90 دقيقة زي ما احنا بنقول وأكتر كمان من كده. ودلوقتي مش هطول عليكم ويلا بينا نتكلم عن الحمل التدريبي وازاي اقدر اتحكم فيه بشكل مفصل وبشكل منظم. اهلا وسهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تقنين الاحمال، وازاي ان انت تقدر تقنن الحمل اللي انت بتشتغله من خلال النماذج التدريبية اللي بتشتغلها مع الفريق بتاعك، سواء كانت التدريبات ديت تدريبات بدنية او مهارية او حتى في فترة الاعداد الخططي. وازاي تقدر تتحكم في الحمل التدريبي دوت في التدريب كشكل منفصل كنموذج تدريبي او كالوحدة التدريبية بشكل كامل. وطبعا الاحمال عندنا الحمل بيكون حمل خفيف او حمل متوسط او حمل عالي، لان كل فترة من فترات الموسم ليها حمل معين لازم نتبعه، ولازم يكون في اساس علمي في الجزئية دي بالذات عشان خاطر نتفادى الاصابات وتوصل باللعيبة بتاعتك لاعلى مستوى فني خلال فترة قصيرة اللي هي فترة الاعداد قبل انطلاق مباريات الدوري ان شاء الله. واول حاجة في 3 امور لازم تكون عارفهم قبل ما تبدا تقنن الحمل دوت، وقبل ما تحدد الحمل بتاعك لازم بتحدد مستوى التمرين اللي انت هتشتغله، وهنعرف ازاي دلوقتي مع بعض ازاي تحدد مستوى التمرين. تاني حاجة وهو تحديد درجة التمرين. درجة التمرين ديت برضو من الحاجات والبنود الأساسية اللي بنستخدمها أثناء تقنين الحمل. وتالت جزئية وهي تحديد زمن التمرين. التمرين بتاعنا اللي انت بتشتغله مثلا 5 دقايق ايا كان، 10 دقايق، ربع ساعة، 45 دقيقة، التايم اللي انت بتحدده للوحدة التدريبية بتاعتك. وطبعا زي ما احنا عارفين ان كرة القدم بتنحصر في 3 محاور رئيسية، وهو الاعداد البدني والاعداد المهاري والاعداد الخططي. ودلوقتي هنتكلم عن اول جزئية وهي تحديد المستوى بالنسبة للاعداد البدني، وهنتكلم عن الاعداد المهاري وتحديد المستوى ايضا في الاعداد الخططي. أول حاجة وهي كيفية تحديد مستوى التمرين بالنسبة للإعداد البدني. أول حالة وبالنسبة للإعداد البدني إن كل التمرينات التي تؤدى بغرض تنمية عنصر الرشاقة أو عنصر المرونة دي بتعتبر حمل خفيف وتدخل ضمن المستوى الأول، بنرقمها برقم 1.
تاني حاجة، كل التمرينات التي تؤدى بغرض تنمية عنصر القوة أو التحمل والسرعة بتعتبر حمل متوسط وتدخل ضمن المستوى الثاني. تالت حاجة، وكل التمرينات التي تؤدى بغرض تنمية عنصرين أو أكثر زي تحمل السرعة تحمل القوة، يبقى عندنا عنصر التحمل وعنصر القوة عنصرين، فده يعتبر حمل عالي ويدخل ضمن المستوى الثالث. يبقى احنا كده عرفنا بالنسبة لعناصر اللياقة البدنية ازاي بنقسم مستويات الحمل فيها، وكل حاجة من الحاجات اللي عناصر اللياقة البدنية اللي هي زي ما احنا عارفين هي السرعة والقوة والتحمل والرشاقة والمرونة. الحاجات دي كلها احنا عرفنا دلوقتي ازاي بتتقسم حسب مستويات الحمل، وكل حاجة ليها الحمل بتاعها. ودلوقتي هنخش على الإعداد المهاري، ازاي بنقسم مستويات الحمل فيه. أول حاجة وهي كل التمرينات التي تؤدى بغرض التعليم أو التدريب على مهارة من المهارات الأساسية، دي بتعتبر حمل خفيف وتدخل ضمن المستوى الأول، زي تمرينات التعليم الجري بالكرة، الاستلام والتسلم، التصويب، المهارات الأساسية بتاعتنا، فدي بتعتبر حمل خفيف. نمرة 2، كل التمرينات التي تؤدى بغرض التعليم أو التدريب على مهارة من المهارات الأساسية بالإضافة إلى عنصر من عناصر اللياقة البدنية، دي بتعتبر حمل متوسط وتدخل ضمن المستوى الثاني، زي تدريبات التمرير ماشي، ثم الجري بعد كده، أو أخد سبرنت أو هاخد جامب، فأنا كده ربطت المهارة ربطتها بعنصر بدني، فكده يعتبر ده حمل متوسط ويدخل ضمن المستوى الثاني. كل التمرينات التي تؤدى بغرض تعليم المهارات الأساسية مهارة من المهارات الأساسية بالإضافة لعنصرين من عناصر اللياقة البدنية، دي تعتبر حمل عالي وتدخل ضمن المستوى الثالث، يعني زي تدريبات مثلا جري بكرة القدم، وبعد كده هاخد سبرنت، وبعد كده هاخد جامب، يبقى انا ربطت ان انا عملت مهارة زائد السبرنت دوت اللي هو عنصر السرعة مع الجامب بعد كده اللي هو عنصر القوة، فكده يبقى انا ربطت المهارة باثنين عناصر بدنية، فده يعتبر حمل عالي ويدخل ضمن المستوى الثالث. وهنخش على ثالث محور من المحاور الأساسية في كرة القدم، هو الإعداد الخططي. وأول جزئية فيه لما هاجي أشرح الخطط من وضع الوقوف أو من وضع الحركة البسيطة، وببدأ أعمل نموذج للعيبة على الخطة اللي احنا هنبدأ نشرحها ونشتغلها خلال الماتشات أو خلال الموسم، من وضع الوقوف مع الحركة الخفيفة، ده بيعتبر حمل خفيف ويدخل ضمن المستوى الأول. أما الخطط التي تؤدى من خلال فقرات تدريبية مستمرة وحركة سريعة وحركة مستمرة من اللعيبة خلال الوحدة التدريبية، وهبدأ هشرح فيها التحركات الدفاعية أو التحركات الهجومية أو التكتيك معين بالنسبة للفريق هنبدأ نتمرن عليه من وضع الحركة المستمرة، فده بيعتبر حمل متوسط ويدخل ضمن المستوى الثاني. أما الخطة اللي احنا بنبدأ نطبقها في خلال التقسيمة اللي بنعملها خلال الوحدة التدريبية من خلال المباراة على ملعب كامل، فدي بتعتبر حمل عالي وتدخل ضمن المستوى الثالث، اللي هي احنا بنخلصنا التدريبة بتاعتنا وبنبدأ النهاردة هنعمل تقسيمة على الملعب كامل، وهنبدأ نشرح فيها الخطة بتاعتنا اللي احنا بنشتغلها أو اللي احنا هنشتغلها مع الفريق بتاعي، فدي تعتبر حمل عالي وتدخل ضمن المستوى الثالث. وبكده يبقى احنا قدرنا ازاي نحدد مستوى التمرين بالنسبة للإعداد البدني والإعداد المهاري والإعداد الخططي. ودلوقتي جاء الدور ان احنا نحدد تاني جزئية من تقنين الأحمال، وهو تحديد درجة التدريب. ودرجة التدريب هنا بتساوي مستوى التدريب اللي احنا حضرناه وفهمناه من شوية بنضربه في زمن التدريب. بمعنى يعني زي مثال زي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، إذا شارك لاعب في أداء تدريب لمدة 10 دقائق، يبقى هنا الزمن التدريب 10 دقائق. عمل إيه في التمرير؟ في التمرين دوت مرر الكرة إلى الزميل، وده اللي هو في الإعداد المهاري بيدخل ضمن المستوى الأول، لأن هنا ديت التعليم أو التدريبات التي تؤدى بغرض التعليم أو التدريب على مهارة من المهارات الأساسية، فيعتبر ده إيه حمل خفيف ويدخل ضمن المستوى الأول. فبتضرب 1 في 10 يديك 10، يبقى درجة التمرين دوت 10. وهكذا على كل التمرين تبدأ تربط المستوى التدريب مع الزمن يديك درجة التدريب. وبكده يبقى احنا خدنا الثلاث نقط اللي نقدر عن طريقهم نبدأ نكون ونوصل لحمل التدريب للوحدة التدريبية او للتمرين اللي احنا اشتغلناه. حمل التمرين بيساوي درجة التمرين، تمام، وبنقسمه على الزمن. يعني احنا عشان نحدد حمل التدريب لازم بنحدد درجة التدريب اللي احنا بنحددها من خلال المستوى في الزمن. حددنا درجة التمرين بنقسمه على الزمن، وده بيديك حمل التمرين. طب عايز مجموع
التدريبات اللي انا اشتغلتها في الوحده التدريبيه النهارده، انا اشتغلت احماء واشتغلت جزء رئيسي واشتغلت جزء ختامي، وكلها فقرات تدريبيه ونماذج تدريبيه. ابدا بقى اعمل الفايل بتاعي وابدا اعمل الجدول بتاعي اللي هنشوفه كمان شويه هوريه لكم. وعشان اوصل للحمل التدريبي للوحده التدريبيه كاملا، بجمع التدريبات بتاعي الدرجات بتاعتها واقسمها على الزمن الكلي للتدريبات اللي انا اشتغلتها، هيديني الحمل بتاعي، هيديني رقم. وهفهمك دلوقتي الرقم دوت من خلال الجدول دوت، ان كل درجة هتطلع لك وكل رقم هيطلع لك مرتبط بالجدول دوت. دايما تخليه قدامك ان الحمل الخفيف مستويات الحمل فيه من 0.5% ل1.4، وده بيعتبر من المستوى الاول. الحمل المتوسط بيعتبر لما نيجي نطلع من المعادلة اللي انا وريتها لك، لو طلع معاك من 1.5 ل2.4، ده بيعتبر مستوى تاني. ولو حمل عالي بيبقى من 2.5% ل3.4، وده بيعتبر حمل تالت. دلوقتي دوت نموذج لوحدة تدريبية بحمل خفيف. كتبت لك مجموعة التدريبات وجمعنا المستوى بتاعها من خلال التدريبات اللي احنا اخترناها، وحددنا زمن كل تمرين عشان اوصل للدرجة بتاعة كل تمرين، وابدأ اعمل المعادلة اللي تحت ديت اللي هي مستوى التمرين بيساوي مجموع الدرجات بقسمه على الزمن الكلي، بيديني درجة الحمل اللي انا طلعها لي، وابدأ اقارنها بالجدول دوت عشان خاطر ابدا اشوف انا دلوقتي بشتغل حمل خفيف ولا حمل عالي، وابدا اظبط الحمل بتاعي. والمثال دوت قدامك هنمشي تمرين تمرين وهشرحه لك واحده واحده. وهنا اول تدريب وهي تدريبات لتنميه عنصر السرعه. واحنا في الاعداد البدني في تقسيم المستويات في اول الفيديو قلنا ان التدريب على عنصر من عناصر اللياقه البدنيه ده بيعتبر مستوى بالنسبه لعنصر السرعه، ده بيعتبر من المستوى الثاني لان هو بيعتبر حمل متوسط. وهنا الزمن 5 دقايق، فيبقى نضرب 2 في 5 بيديني 10. 2 المستوى في 5 الزمن للتمرين بيديني الدرجه 10. وهكذا بقيه التمرينات. اللعب في مربعات 5×2، وطبعا اللعب في مربعات 5×2 ان انا بعلم فيه الاستلام والتسلم مع التحرك وسرعه رد الفعل عشان اقدر ان انا اشتغل باص مع زميلي، ومع الخمسه اللي معايا او الاربعه اللي معايا على 2. ده بيعتبر عنصر المهاره مع عنصر من عناصر اللياقه البدنيه، وده بيدخل ضمن المستوى الثاني في الاعداد المهاري. وهنا الزمن 10 دقايق بالنسبه للتمرين اللي هي رقم 2 اللعب في مربعات، بضرب 2 في 10 بيديني الدرجه 20. وهكذا بنقيس بقيه التدريبات عشان اوصل لمجموع درجات، اجمع مجموع درجات واقسمه على الزمن الكلي للازمنه للتدريبات كلها. هيديني مثال هنا، وهيديني هنا زي ما احنا شايفين في المثال دوت 60/45 بيديني 1.3. ولو بصينا للجدول اللي انا نزلته لكم دوت بيعتبر حمل خفيف. ودوت نموذج لوحدة تدريبية بحمل متوسط. برضو حطينا التدريبات بتاعتنا وقارناها بالمستويات اللي احنا عملناها وقسمناها بالنسبة للإعداد البدني والمهاري والخططي، وحددنا الزمن بتاع كل تمرين. بنضرب المستوى في الزمن بيديني الدرجة. ببدأ أجمع مجموع الدرجات وأقسمه على الزمن الكلي للتدريبات، وبيديني الحمل أو الدرجة اللي أنا وصلت لها ديت. مجموع الدرجات 160 على الزمن الكلي 70 دقيقة بيديني 2.3 يعني حمل متوسط. ده نموذج لوحدة تدريبية بحمل عالي. برضه هنبص على التدريبات ديت وتبدأ تقارنها بالكلام اللي احنا شرحناه بالنسبة لتقسيمات الإعداد البدني وتقسيمات الحمل في الإعداد المهاري وتقسيمات الحمل في الإعداد الخططي. هنبص على النماذج ونقارن بيها الشرح اللي أنا شرحته في أول الفيديو. وهتبدأ برضه هنا تجمع الدرجات وتقسمه على الزمن الكلي، هيديك الحمل اللي احنا وصلنا له. وهنا مجموع الدرجات 310/120 هيدينا 2.6 يعني حمل عالي. وبكده يبقى احنا قدرنا ازاي نحدد الحمل التدريبي ونبدأ نقنن الحمل وتبدأ تحط تدريباتك وشغلك الفترة الجاية. لما نطالب منك حاجة مهمة جدا انك تبدأ دلوقتي مع نفسك تجيب ورقة وقلم وتحط نماذج للوحدات التدريبية وتقنن الحمل التدريبي اللي انت عايزه واللي مناسب لفريقك واللي مناسب للفترة الزمنية من فترة الاعداد اللي انت شغال فيها دلوقتي. انا عن نفسي كنت بعمل كده، بجيب
فايل وبجيب سكتش واملاه كله تدريبات ونماذج، واقسم فتره الاعداد بتاعتي من فتره اعداد عام لفتره اعداد خاص لفتره قبل المباريات وفتره المباريات والفتره الختاميه، وببدا احط سيزون كامل وشغل سنه كامله للفريق بتاعي من خلال النماذج التدريبيه ديت. وابدا احط التدريبات بتاعتي واقول الفتره ديت انا محتاج حمل عالي، فهبدا هنا احمل التدريبات بناء على تقسيم الحمل للاعداد البدني وفي الاعداد المهاري والاعداد الخططي اللي شرحناه في اول الفيديو النهارده. بناء على الكلام دوت هتحط تدريباتك والنماذج بتاعتك وتبدا تنطلق الى البطوله وتحقيق البطوله ان شاء الله، وتوصل باللعيبه بتاعتك لاعلى مستوى فني باذن الله ان شاء الله. المهم ما تنساش الفيديو الجاي مهم جدا، هنتكلم يعني ايه كثافه التمرين، يعني ايه درجه التمرين، يعني ايه حجم التمرين. المصطلحات ديت بنسمعها كتير لكن مش فاهمين يعني ايه وبنطبقها ازاي ونبدا نستخدمها ازاي. وهنتكلم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه عن التحمل الدوري التنفسي وتحمل القوه وتحمل السرعه وتحمل الاداء بشكل مفصل. وطبعا اهم حاجه ان انت لازم تشارك الفيديو دوت لزمايلك المدربين عشان توصل المعلومات ديت ليهم، ونقدر ان احنا نوصل بفرقنا لاعلى مستوى ممكن ان شاء الله. شكرا جزيلا، واستناكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه مع قناه اتعلم الكوره.